جمد قلبك وانت بتشوفني او تسمعني. هقول لكم كلام مهم جدا، كلام يفيدك، كلام يخليك تعرف تتعامل ازاي. هنتكلم النهارده عن العوالم الخفيه، ازاي نتعامل معاها، ازاي نحمي نفسنا، ازاي نخلي بالنا، ازاي نفهم ويبقى عندنا وعي وادراك للعوالم الخفيه في طاقتك ومطرحك. بندخل بيتنا ودايما بنتوصل ان احنا واحنا داخلين بيوتنا، حتى لو بيوتنا فاضيه، نقول السلام عليكم ورحمه الله. ليه بنقول السلام عليكم ورحمه الله؟ ما هو مفيش حد جوه. عايزه اقول لكم ان في عوالم خفيه، الفرق بيننا وبينهم انهم شايفيننا، احنا مش شايفينهم. هم حياتهم زي حياتنا، فيهم الطيبين وفيهم الاشرار، فيهم اللي مش ملتزمين وفيهم الملتزمين، في كل مكان وزمان هم موجودين بيتعاملوا معانا، بس احنا اللي مش بنتعامل معاهم او بنتعامل معاهم واحنا مش عارفين ان احنا بنتعامل معاهم. احنا بنقول السلام عليكم واحنا داخلين البيت عشان ما يدخلوش معانا. على فكرة البيوت المغلقة لما بتدخل تقول السلام عليكم وتقفل الباب والبيت كله مغلق، مفيش حد منهم بيدخل معاك. لكن لو ما قلتش بيدخلوا معاك، لو سبت طول الليل باب مفتوح او شباك مفتوح، هم موجودين معانا وبايتين معانا. اتعلمنا برضو ما نيجي نقعد على كرسي لازم نستعيذ من الشيطان الرجيم ونخبط كده 3 مرات، وبرضو ما نيجي ننام على السرير نعمل كده. ليه بنعمل كده؟ احنا اتفقنا ان هذه العوالم هم شايفيننا واحنا مش شايفينهم، فحضرتك ممكن تقعد في مكان هم اساسا قاعدين فيه، فشفت انت بتأذيهم ازاي. على فكرة هم مش عملوا لك حاجة، انت اللي عملت لهم. عشان كده اما بنستعيذ ونخبط كأننا بنستأذن قبل ما نقعد في المكان ده او ننام في المكان ده، عشان نقول له معلش بعد اذنك ده مكاني انا هقعد فيه، معلش انا هنام هنا، وهيمشي بكل سلام. احنا مش داخلين حرب، احنا بنتعامل مع اشياء احنا مش شايفينها بس هم شايفينها عشان مصلحتك. واحنا داخلين الحمام بتدخل برجلك الشمال وبتقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. لازم تدخل برجلك الشمال لانك بتتخلى، بتدخل طاقة تخلي. الشمال دايما طاقة تخلي، تمام؟ بتدخل الحمام. تعالوا لي بقى عشان الحمام ده قصته كبيرة قوي، مش عايزاك تخاف بس هي قصته كبيرة فعلا، لان المكان ده انتوا عارفين هم بيحبوا المكان ده، والمكان ده ممكن يحصل منه ضرر. لو اتبعنا التعليمات والاصول مش هيحصل اي حاجه. اولا مرايه الحمام ما ينفعش تبقى مقابله للدش ابدا. اولا لازم يبقى في ستاره حوالين الدش، لازم تبقى في مكان محمي. اولا ممنوع الكلام والموبايلات جوه الحمام. الحمام هو وسيله لقضاء الحاجه وتخرج بسرعه، مش تعلق لي هدوم في الحمام تاخد طاقات سلبيه وتطلع لي بيها بعد كده، ولا تشغل لي الغساله اللي موجوده في الحمام بالليل. يا جماعه العوالم الخفيه الليل بننام، النهار بنصحى، بتشغل الغساله بالليل ليه؟ بتصحي الدنيا ليه؟ احنا قلنا احنا مش بنخوفكم، احنا بنقول هنخلي بالنا، احنا بنقول نحمي نفسنا ازاي. يا جماعة الحمام في البيت ده لقضاء الحاجة، الحمام ده للعوالم الأخرى بيتهم مسكنهم، تمام؟ فتخيل لما تدخل بيت حد تضايقه في بيت وتقعد بقى تتكلم على الموبايل وتتكلم في الشغل وتسمع أغاني. ده في ناس بتقعد تجيب الأغاني كلها وتفضل تاخد شاور كده عمالة تسمع أغاني، أو يحللها إنها تشتغل وهي في الحمام، يحللها إنها تعمل مكالماتها كلها وهي في الحمام. تقولش ده يعني أوضة المكتب بتاعتهم. يا جماعة ما ينفعش، انت كده بتقتحم خصوصياتهم، انت كده بتقتحم مكانهم. هيعملوا ايه؟ هيضايقوك وهيأذوك وترجعوا تزعلوا. انا بقول كده لمصلحتكم. الحمام بيت الراحه، تقضي فيه مصلحتك وتطلع على طول وتسيبهم يعيشوا في امان وسلام بعيد عنك، تمام؟ الناس اللي بتشغل بخور ليل نهار في البيت وبيقولك انا بحط بخور كتير علشان الحاجات الوحشه تطلع بره، لا ده انت بتستدعي الحاجات الوحشه، انت بتستدعي العوالم الخفيه انها تيجي. انتوا عارفين الدخان ده هم بيحبوه، مفيش حاجه اسمها اصل انا جايباه بريحه العود وريحه الياسمين وريحه القرنفل، مفيش حاجه اسمها دخان من غير ايات تحصين. حاطط دخان لازم تكون مشغل قرآن كريم، ما ينفعش تشغل دخان من غير ما تكون مشغل قرآن، يا إما كده أنت بصراحة بتحضر أرواح. انتوا عارفين في طاقة الأسماء إن في أسماء فعلا بتجذب العوالم الخفية؟ هقول لكم شوية أسماء كده، حاولوا يا جماعة تتجنبوها. اسم سحر، اسم جنى،
اسم جينا. ابعدوا عن الاسماء دي، لانك كانك بالظبط بتنادي عليهم. احنا مش عايزين ننادي عليهم، احنا عايزين نعيش في سلام. انتوا مصممين ليه ان انتوا تستدعوهم يا جماعه؟ ناس كتير معتقدين ان الارواح او العوالم الخفيه او العفاريت زي ما بتقولوا بتطلع في الضلمه وما بتطلعش في النور، مع ان العوالم الخفيه لا بيفرق معاها ضلمه ولا نور ولا الكلام الفاضي ده خالص. زينا برضو، ما احنا ساعات بنسهر بالليل ما عندناش مشاكل خالص. هو ليه لازم العفريت يطلع لك في الضلمه؟ على فكره الضلمه عندهم زي النور، انت اللي بتخاف، هم ما لهمش علاقه بالموضوع ده. يعني انت اللي خايف، هم ما فيش مشكله معاهم. اهم حاجه انك تتبع القواعد السليم. اهم حاجه انك تسمي وانت بتشرب، انك تسمي وانت بتقعد، انك تسمي وانت داخل بيتك، انك تسمي وانت داخل تنام. اي حاجه بتحط فيها التسميه حتى وانت بتاكل عشان ما حدش منهم يشاركك الاكل. اعتبروها رسالة تحذيرية لمصلحتكم برضو. المية المغلية أو المية السخنة، مفيش حاجة اسمها تبقى قاعد كده معاكوا شوية مية سخنين تروحي رميها في حوض المطبخ، تروحي رميها في التويلت، تروحي رميها في الأرض. يا جماعة احنا قلنا إن هم شايفيننا وإحنا مش شايفينهم. حضرتك أو حضرتك ممكن تكون كده بتأذيهم فهم هيأذوك. ليه تتأذوا؟ ليه يا جماعة؟ مفيش حاجة اسمها كده. نستنى اما المية تبرد وتدلقوها زي ما انتوا عايزين. احذروا ترموا مية سخنة بشكل عشوائي في أي مكان، ده لمصلحتكم. بتلاقي علامات زرقاء في جسمك كتير بدون أي سبب. احنا بنتكلم على بدون أي سبب، يعني لا اتخبطتي في ترابيزة ولا اتخبطتي في كرسي ولا وقعتي ولا الكلام ده خالص. علامات بدون أي سبب، بتصحي من النوم بتلاقيها في جسمك. طيب مش عايزة أخوفك، لكن أنا بقولك ده لمصلحتك. العلامة دي دليل إن في حاجة اسمها قرين عاشق. يعني إيه قرين عاشق؟ يعني حد من العوالم الخفيه هو معجب بحضرتك. حضرتك بقى كنت بترقصي قدام المرايه، حضرتك كنت بتتكلمي كتير في الحمام، حضرتك كنت بتعملي حاجات مخالفه للطبيعه اللي احنا قلنا عليها، فده بيخلي هذه العوالم تعجب بيكي. او العلامات دي بتدينا علامه ان في احد العوالم دي معجب بيكي جدا. وغالبا السيدات اللي عندهم العلامه دي دايما جوازاتهم بتنتهي بالفشل، دايما يا اما انفصال يا اما فراق يا اما ما بتتجوزش خالص، دايما عندها مشكله. ايه اللي لازم نعمله؟ لازم نتحصن 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 عشان نتخلص من الطاقه دي. واول ما العلامات دي بتنتهي او بتروح مع التحصين بتعرفي ان الموضوع ده خلص خالص. كتير بيتكلموا عن القطط بصورة مش حلوة. كتير يقول لك القطة دي ملبوسة، القطة دي مجرد، يعني في ناس تقول لك القطة دي عبارة عن عفريت، دي روح شريرة. والله لو تعرفوا القطة دي بتعمل معاكم ايه، لا تحبوا القطط جدا. القطة دي بتمتص الطاقات السلبية. القطة دي لو انت هتتلبس زي ما بيقولوا كده بالعامية، هي اللي هتتلبس مكانك. بالعكس، ده هي عينيها بتشوف العوالم الخفية اللي احنا مش بنشوفه، هي بتشوفه، هي بتحميك. عشان كده القطة اللي بتشوفها ملبوسة، مش كل القطط ملبوسة طبعا، بس القطة اللي انت بتشوفها حضرتك ملبوسة هي شالت من عليك، ده هي كانت بتحميك. ما تزعلوش من القطط، ده القطط دي امتصاص للطاقة السلبية. حبوا القطط يا جماعة. ساعات كده وانت قاعد في امان الله تجيلك رعشة، او تلاقي كده شعر ايدك كده واقف بطريقة غريبة، تلاقي نفسك. اتعلمنا نقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان في حاجه، في حاجه، انا مش بخوفك، حاجه كانت معديه، حاجه واقفه قدامك، حاجه جنبك، حاجه واقفه وراك. عشان كده اما تجيلك الرعشه دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلصت خلاص. بس اوعى تنسى تقول يا رب اكون فدتكم ومش خوفتكم، عشان انا جايه هنا اقول لكم حاجات لمصلحتكم. اسمهم العوالم الخفيه. على فكره هم شايفيننا، احنا مش شايفينهم. لو اتعاملتوا بالمنطق ده والله ما هتخافوا. ادركوا بس معنى الكلام كده، يبقى فيه شويه فهم الحاجات صغيره قوي، والدنيا هتبقى كويسه قوي، وهنعيش معاهم بسلام من غير انتوا ما تاذوهم.